يلا يا فيكتوريا. يلا يا جماعة سلم على بابا. حاج شاهين، السلام عليكم. صباح الفل بابا اخبارك ايه؟ صباح الفل، عاملين ايه؟ عامل ايه يا بابا؟ يا حبيبتي، عامل ايه يا بابا؟ اخباركم؟ انتوا فين؟ ما حدش شايفكم بقالكم كتير. احنا كويسين الحمد لله. بندرس الماني، بقينا مستوى بي اينس دلوقتي. الحمد لله. انت يعني انتوا المان إحنا الحمد ذكيين لله. دلوقتي. وانجليز. كله ألمان وكله. وانجليز. انت اخبارك ايه؟ اعمل لكم ايه، قهوه ولا شاي؟ ممكن ولا حلبة؟ انا بشرب حلبة. جبتها منين دي؟ حلبة جايبها من مصر معايا. عندك شاي العروسه؟ عندي كل حاجة والله طبعا. طب انا مصري. انا اشرب شاي العروسه. عايز شاي العروسه يا كل حاجة فيكتوريا؟ في مصر. انا عايزة شاي حلبة. عايزه شاي حلبه؟ ماشي يا فيكتوريا. عينيا ليكي. اهو اعمل لكم احلى حاجة. الله يخليك يا بابا. شاي العروسة اهو والنبي يا بابا. حاضر. بعد بقى ما نخلص هنا نطلع على بيتنا ومملكتنا يا فيكتوريا، يلا لبيت مملكتنا ونوريهم بيتنا الجديد في المانيا، ونشرب الشاي مع الحاج هشام. يلا بينا. يلا. احلى شاي العروسة اهو. ورينا يا حاج هشام. احلى شاي العروسة. ايوه جايبه معايا من الغردقة. الله عليك يا حاج هشام. هو ده المصري الاصيل. الله عيب عليك. والنعناع والمريمية. وحشتنا والله. الله يخليك يا حبيبي. اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. طول ما انت بخير احنا بخير. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. الناس والله عماله تسال عليك، تقول لك ورينا الحاج هشام، وفين الحاج هشام؟ عملنا لكم فيديو اهو. الحاج هشام بخير الحمد لله. شاي العروسة. الله يخليك يا بابا. فيكتوريا الورد جميل كده. حلوه الورد ايوه. والايس حلوه جميله جدا. انا عايزة اناناس. حاضر يا فيكتوريا. يلا يا جماعه نروح البيت. احلى شاي العروسة. تسلم ايدك يا بابا. تسلم ايدك. ومريمية كمان. لا ده احنا في مصر بقى. الله. ام كلثوم. حلبة جميلة جدا. حلوه جميله جدا. بابا بيتكلم زي فيكتوريا. يلا. حلوه جميله جدا يا فيكتوريا. حلوة جميلة جدا قوي. يلا جميلة جدا قوي. بعد الشاي نروح البيت. يلا بينا. يلا. السلام عليكم يا جماعه. النهارده فيديو جديد. انا عايز اقول لكم ان انا مش مصدق ان احنا رجعنا تاني، عشان في مليون حاجه حصلت وورا بعض. فانا جاي الفيديو ده النهارده عشان اقول لكم ان احنا ان شاء الله رجعنا من اول الفيديو ده. كل جمعه الساعه 8 بتوقيت مصر هننزل فيديو جديد. وكنا المفروض ننزل الفيديو اللي انتوا شفتوه ده بعد الفيديو بتاع اوكرانيا السنه اللي فاتت، فاهميني؟ فحصل احداث كتير قوي بعد الفيديو ده. كان المفروض نبدا ننزل عادي اسبوعيا زي ما كنا ماشيين كويس، بس حصل حاجات كتير قوي. فيكتوريا بقى تشرحها لكم وانا احاول اترجمها بسرعه واحط لكم الترجمه بتاعتها تحت، فكملوا معانا للاخر عشان تعرفوا ايه اللي حصل لنا خلال السنه دي، وايه اللي هنعمله الفتره اللي جايه، وايه اخبار اهل فيكتوريا وموقفنا من اللي بيحصل في غزه، وكل ده هتعرفوه في الفيديو ده. فعايزك بس تعمل لايك كده وتشجعنا عشان نرجع تاني احسن من الاول ان شاء الله. شكرا يا زين. اتفضل يا زين. والله يا جماعة حاسة حزينة جدا. لسه حزين. أيوة. So we came back from Ukraine to Germany and we found our first house here. So we moved from another house to the new house. اللي هو بيتنا اللي احنا بنكلمكم فيه ده، البلكونه دي. ايوه. الموضوع ما كانش سهل خالص. احنا كنا يعني هنعمل فيديو للبيت، بس احنا انتقلنا للبيت اللي احنا فيه ده، وعشان يعني ننتقل فينا في المانيا كان الموضوع صعب ان احنا نسيب بيت والدي ونيجي هنا ونجيب عفش ونجهزه. والقصه دي كلها تعرفوها الفتره اللي جايه، وهوري لكم البيت بقى شكله عامل ازاي. فايه اللي حصل بعد البيت أيوة. يا فيكتوريا؟ بس ما فيش في البيت ما فيش ثلاجه، ما فيش تكييف، ما فيش نيش، ما فيش اي حاجه. ما فيش نيش كمان. نيش كمان ما فيش نيش. طبعا زي ما انتم شايفين كده البيت، يعني ده كده احنا استلمناه وعملنا فيه حاجات كتير. ده كده كانت البدايات، بس احنا كنا واخدينه يعني ابيض ابيض من غير اي حاجه. هنا كنت بجمع السرير عشان في المانيا مفيش حاجه بتيجي سليمه زي ما الناس عارفه في الفيديو اللي فات بتاع الشقه الالمانيه. وبعد كده بقى بدا يتظبط حاجه بسيطه، يعني وصلنا له لكده شويه. فان شاء الله الفيديوهات الجايه هوري لكم البيت كامل من تحت لفوق، يعني هوري لكم كل حاجه فيه. بس يعني ده المنظر اللي هو قبل النهائي. والحمد لله استلمنا المفاتيح زي ما انتم شايفين كده، ما كانش في اي حاجه، كان كل حاجه ابيض في ابيض. تعالوا نكمل الفيديو. So we had to find the furniture for our house and we have to move to our apartment. That's why it took a lot of time. حقيقي. And also it was not that easy as you think. And then our courses started, German courses, and we decided to learn the language because we try to live in Germany and without language it's really hard. ايوه لحظه واحده فيكتوريا. طبعا هنا ده جزء من الكورس بتاعي انا اللي بصور. كان عيد ميلاد المدرسه بتاعتنا، فبنصور الكورس كله اوكران على ايرانيين وافغانستينيين، وانا وصديقي السوري اللي هتشوفوه في الفيديوهات اللي جايه. فكان حاجه لطيفه كده، وهنتكلم عن ده اكتر. فتعالوا نكمل الفيديو ونشوف عملنا ايه تاني. احنا بقى اترجم سريعا اللي هي قالته ده.
ان احنا بعد ما خلصنا البيت وجايين نعمل فيديوهات تاني، فبعتوا لنا قالوا لنا لازم تبداوا الكورس الالماني عشان تقدروا تتعايشوا هنا وتتاقلموا والكلام ده كله. فبقينا نروح انا وهي الكورس 5 ساعات كل يوم بشكل يومي ما عدا السبت والحد. والله مشكلة كبيرة. والسبت والحد نروح نساعد الحاج هشام، فكان الموضوع بالنسبه لنا الوقت كان ضيق جدا، نخلص الشغل ننام عشان نصحى بدري الصبح 7 الصبح الكورس بتاعنا احنا الاثنين، و5 ساعات ونخلص ونروح وفاهم واليوم يتعاد. خلصنا القصه دي كلها، وبعد كده ايه اللي حصل يا فيكتوريا؟ اللي حصل الحاج هشام عايز حج. الحاج هشام عايز يبقى حج بقى، فايه سافر السعوديه يعمل عمره. ايوه. he wanted to make umrah and he أيوة. go to Saudi Arabia to make his hajj. ايوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا الله يا الله، مين يصدق احنا في جامع الرسول صلى الله عليه وسلم، في الروضة الشريفة، في الروضة الشريفة، في الجنة ونعمها إن شاء الله، في الجنة ونعمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. على خير يا ابني يا رب، أشوفك سالم وغالب يا رب، وشوف ولادك وولاد ولادك يا حبيبي. يا الله يا رب كملها لك على خير يا أبينا يا بنتي، يا رب افتح في وشك يا رب، يا رب اشفيني واشفي كل مريض، لا حول ولا قوة غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد. And we were responsible for the ice coffee, so we worked hard. And then the Hajj Hisham came back to Armenia تعبان جدا. ايوه. And he really was in a bad state. His house وراح المستشفى. أيوة. He went to the مستشفى. And this time was really very hard for both of us because we were responsible for the ice coffee. We worried about his health, and that's why we didn't want to post the video because it was not the right time to post the video. بالظبط. هو بعد ما خلصنا بقى الكورس بدأنا نتأقلم ونلاقي وقت والكلام ده كله، الحاج هشام راح عمل عمره، فوقفنا احنا لوحدنا في المحل. وطبعا الموضوع كان اصعب من غيره، ما بنعرفش نعمل اي حاجه زي ما هو طبعا بيكون موجود، بيساعدنا اكتر، بيديلنا حافز، بيشجعنا. طبعا الشغل هو اللي مدوره حاج هشام، الله يخليك لينا يعني. اكتبوا له كومنتات لان هو بيقراها كلها. ورجع بقى من السعوديه، خد مرض تقريبا من هناك غريب جدا. طبعا كل الفيديوهات اللي انتم شايفينها دي من السعوديه، وادعوا له كده في التعليقات لان هو برده لسه تعبان. رجع على المستشفى، خد مرض من هناك غريب قوي ورجع على المستشفى، ما رجعش حتى على البيت، نزل من المطار على المستشفى. وبعد كده ايه اللي حصل بعد كده يا دكتور؟ دلوقتي حاج هشام الحمد لله كويس الحمد لله. And the summer came. We really wanted to start the video but summer came and we had to go to the ice cafe to work. كنا جايين بقى نرجع، فالموسم بدأ في الصيف، وطبعا الحاج هشام حالته الصحيه ما كانش احسن حاجه، فكنا بنروح برضو نساعده في المحل شويه. فما كانش في وقت لليوتيوب للاسف. كان اليوم بقى يبدأ من 6 الصبح كورس، وبعد كده 8 بالليل نخلص، نروح يا دوبك نعمل اكل وننام عشان نصحى تاني يوم نعيد. جه الشتا بقى، جايين نبدأ بقى الفيديوهات، فقامت الحرب بتاعت غزة واللي ما يتسموش. ايوه يا زين. So we really wanted to come back after the summer and post a new video ahead. جديد فيديوهات. بس the حرب في الغزة and إسرائيل صح؟ بدأت. ما اسمهمش اسرائيل، اسمهم اللي ما يتسموش. ما تسموش؟ اللي ما يتسموش without names. Okay, so the harp started. ايوه. The harp started, the war started, and we really didn't want to post something during the war. احنا عملنا اصلا فيديو يدعم القضيه ونحكي فيها حاجات بسيطه كده، هحاول انزله لكم هنا على جنب كده سريعا. بس هم بيحذفوه وبيخلي المشاهدات ما تعلاش بسبب كده، فطبعا انا هحطه دلوقتي. فالفيديو ده عشان يوصل يا تعمل له شير يا تعمل له لايك عشان بس يبدا يطلع، ويا ريت تكتب كومنتات كتير، وتكتب طبعا تحية ايه زي ما انت عارف عشان بيشوفوا الكلام ده بيتجننوا. ده انا بحبك، ده انت اخويا، وانت برضه ما انت اخويا. مين بيحب اخوه؟ انا. مين بيحمي اخوه؟ انت. مين ينعل ابوه؟ انا. غلط. ايه هم. واحنا عايزين بتشوفوني كل حاجة البيت والدنيا هنا في ألمانيا، كل حاجة هنا. بس كومنتات لايكات شيرات يا جماعة.
وشكرا لكم جدا. وفي طبعا اخبار حلوه هتعرفوها قريب جدا بخصوص والدة فيكتوريا، هتعرفوا الكلام ده الفتره اللي جايه، فتابعونا كل جمعه الساعه 8 بتوقيت مصر. واحنا اسفين جدا للغياب الطويل ده كله، والله ما كانش بايدينا. انتوا عارفين طبعا الواحد لما بيغيب ما بيغيبش اونطه، كنت بقولها لكم كتير. احنا كنا بنتكتك ونخطط، بس دلوقتي يعني في استقرار اكتر وفي وقت بالنسبه لنا اكتر في الشتاء، فهنرجع لكم في فيديوهات اكتر. عايزكم بس تركزوا على اللايكات والكومنتات والشيرات، وتعرفوا ان احنا كل جمعه الساعه 8 على اليوتيوب. وطبعا لو انتوا بقى عايزين اي استفسارات تكلموني ولا حاجه، هننزل فيديوهات اكتر على الفيسبوك، وتابعني على الانستجرام اللي هو بالاسم اللي فوق ده، او تعالى كلمني على طول. ايوه and also يا جماعه I have some very good news. It's connected with my mom. ايوه So but you will see every single day. في اخبار كويسه قوي هتعرفوها عن والدتها، وهتشوفوها بعينكم ان شاء الله الفتره اللي جايه القريبه اللي احنا فيها دي. وتعالوا بقى ايه، لايكاتكم كومنتاتكم لحاج هشام ولينا وكده، شجعونا ان احنا نرجع تاني. واستنونا الجمعه الجايه الساعه 8 ان شاء الله. عمرو فيكتوريا، واسفين تاني ان احنا اتاخرنا عليكم الغيبه الطويله دي كلها، احنا كويسين وكله تمام وكله خير ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي عمرو وفيكتوريا. يلا يا جماعه شكرا لكم جدا. سلام سلام سلام. السلام عليكم يا جماعه. Really a lot of things had happened when we started to move to Germany from Ukraine. Honey, what's happening with the phone? انا مش عارف، مش فاهم.